بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي أخواتي إخوتي. اليوم إن شاء الله بحول الله قبل ما نبدأ في الموضوع حبيت البنات نهضر معكم. هذه الأيام عملت جولة في اليوتيوب وشفت يعني المواضيع المطروحة وشفت الإقبال الجماهيري وشفت التعليقات وشفت يعني عملت جولة. ماذا به الإنسان كي يقعد في ميدان ماذا به يشوف الأشياء اللي ممكن يحبها، يعني المحتوى اللي تقدمي فيه لازم تكون عندك عليه فكرة. لاحظت البنات باللي وفعلا يعني ما من خلال التعليقات تاع القناة وكامل لاحظت باللي أغلبية يعني نقولوا اللي يكونوا متتبعات كثيرات يعني هما سيدات ربات بيوت، يعني سيدة تحوس على شيء اللي يساعدها في بيتها، ينقص عليها شوية المصروف، مثلا تتعلم الخياطة باش تخدم نفسها، باش تخدم حوايج لدارها، باش يعني كاين نوعية تاع أخوات كيما هكا. كاين نوعية أخوات أخرين اللي يحبوا يتعلموا الخياطة باش يعملوها كمهنة، يعني مبتدئات ويحاولوا يتعلموا الخياطة على أصولها. ما يقدروش يخرجوا، ما يقدروش يروحوا ليسانس، ما يقدروش يروحوا يتعلموا الخياطة برا، دونك عندهم هذا المجال أو هذه الفرصة المتاحة يعني لمن ذهب باش يتعلموا فيها الشيء اللي حابين هما، سواء كان خياطة، طبخ، أشغال يدوية. كان بزاف معلومات، يعني بزاف حوايج اللي يقدر الإنسان يهز عليها معلومات. والحمد لله في الجزائر كان كثير من القنوات الله يبارك اللي يعني تاع خياطة وتفصيل، وكاين تاع طبخ، وكاين ما شاء الله يعني قنوات الله يبارك تقدم في محتوى جميل وجيد. لكن كل واحد عنده الفكر تاعو في اتجاه الخدمة تاعو أو المحتوى اللي يقدمه. كل واحدة تجتهد وتعمل باش تعمل محتوى جميل يساعد الناس ويرضيهم، في نفس الوقت ترضي نفسها، لأنه شيء كي تعمليه كم تعوديش راضية عليه دونك ما كيش مش راح توصلي لدرجة يعني انك تستمري في العمل هذا. لذلك البنات، وانا من خلال تعليق الاخوات يعني ومن في قنوات اخرى شفت تعليقاته كامل، يعني الناس كان يعني الباترون بالنسبة ليهم حاجز، يعني الباترون شيء صعيب ما نقدرولوش. دايما هذا هو الفكر، رغم انه ما شاء الله جيل قاري ومثقف، يعني ماهوش جيل يعني امي اللي ما يقدرش يستوعب الحسابات هذيك، وحسابات بسيطة يعني على كل حال. لكن هذا هو المجتمع تاعنا، كل حاجة فيها سهولة يعني يروح لها، هذه حقيقة لازم نعترفوا بها. وانا كاين اخوات يحبوني ويعزوني، وشفت من خلال تعليقاتهم باللي متعلقين بالقناة وعجبتهم وكامل، لكن الباترون شوية عامل لهم شغل مخدينه بالصعوبة الكبيرة. يعني أنا كأستاذة وقريت ونعرف وش معناتها كي نوصل المعلومة للبنات ونقري فيهم، صح ندي شهور وانا في الباترون الاساسي وسرتو الكورساج، يعني شهور وانا فيه، يعني نعاود يعني كيما نقولوا في الاسبوع مرتين ثلاثه نحن نعاود في الكورساج باش يرسخ في الذهن وباش تعود وحده تخدمه وهي كيما نقولوا حنا مغمضه عينيها. من هذا يعني انا نعرف وش هي الصعوبه، فما بالك عن طريق يعني فيديو مختصر بالك ما تكونش فيه بزاف اجوبه على اسئلتها، رغم اني نحاول يا بنات نحاول قدر المستطاع اني نعطي ادق التفاصيل. اذا واش قررت البنات؟ الباترون راح يقول باترون، كورساج راح يكون كورساج، وراح نخدم عليه ان شاء الله للاخوات اللي حابين يحترفوا الخياطه على اصولها، والاخوات اللي عندهم هوايه خفيفه يعني في الدار، حابه تعمل حاجه لكوزينتها، حابه تعمل هذيك، ايضا راح نعطي لها مجال بحول الله. راح نعمل البنات قناه تكون فيها الاشياء البسيطه اللي ممكن ما نعملهاش في القناه هذه. انا ما نكذبش عليكم البنات، القناه هذه يعني نحس بلي لازم نعمل فيها الحاجه الكبيره، يعني حاجه اللي مدرسه، يعني حبتها مدرسه. والاشياء الخفيفه اللي كاين اخوات ما همش خياطات لكن هاويات للشيء هذا، يحبوا يعملوا حوايج لدارهم. اذا قررت نعمل قناه اخرى، تكون قناه فيها اشياء خفيفه، مسكات المطبخ، ديزاستيوس هكا، افكار، بقايا تاع القماش، كيفاش تكفي، سروال تنقصي فيه،
يعني الاشياء هذه تحوس عليها ربة البيت اللي ماهيش خياطة، اللي عندها ماشينة في الدار وتحاول انها تعمل الاشياء دي بيديها. طبعا كما نعرفوا باللي الدنيا غلات، وباللي يعني كفة عند الخياط تسوى الشيء الفلاني. نشجعها. بالعكس انا دائما نقول يعني هذه مقولتي يعرفوها يعني علي الناس اللي يعرفوني، دائما نقول حتى العروسة تدي في شروطها ماشينة. لازم طفلة تعرف كيفاش تكف، تعرف كيفاش تخيط. الابره والخيط راح وقتها نقولوا معليش ماشينه صغيره طفله تدها في شورتها. وهذه دائما يعني اللي يعرفني عن قرب عندي العقليه هذه، ماذا بيا طفله كي تجي راح تدي في الشورة تاعها تدي ماشينه صغيره تخدم بها هكا حوايج الخفيفه، يعني من الضروريات. اذا البنات قناه جديده تاعي ان شاء الله راح تلقوا رابط تاعها تحت اسفل الفيديو ان شاء الله. نتمنى تشاركوا، تكونوا تفاعلوها وتكون فيها الحيويه. راح تعرفوا استاذتكم او اختكم فاطمه الوجه تاعها الاخر تاعها، لاني هنا نحس روحي بلاني استاذه، بلاني عندي ذاك الانضباط تاع الاستاذه مع التلاميذ تاعها. راح تعرفوا الاستاذه تاعكم فاطمه على يعني طبيعتها. ممكن يكون فيها ساعات نعمل معكم طبخ، علاش لا، انا من هواياتي الحلويات، من هواياتي الطبخ. نشارككم يعني هكا يوميات، يعني اشياء من يومياتي. نعطيكم افكار، نعطيكم اشياء كثيره هكذا، نشطوا القناه في نفس الوقت تكون مرجع للاخوات هذوما اللي يحبوا الاشياء اللي تكون بسيطه وتكون في المتناول تاعهم. والقناه هذه تقعد طبعا للباترون والكورساج، وفي نفس الوقت راح نحاول نبسط الاخوات المبتدئات اللي ما يحبوش الباترون، راح نحاول ندير لهم على القماش ديريكت يعني. بصح لازم يكون دوران الصدر، لازم يكون دوران الخص، ولازم هذه اي خياط لازم المبدا هذا تتعلمه. واليوم راح هذا يعني الدرس راح يكون للاخوات اللي يحبوا الحاجه السهله. راح تكون بيجاما ان شاء الله. راح نحتاجوا هنا 3 مترات. البنات راح نعمل لكم غير يعني الجهه الفوقانيه فقط تاع البيجاما، مش هنعمل لكم سروال، لان السروال سبق ودرته في القناه، نخلي لكم الرابط تاعو لتحت ان شاء الله. واذا حبيتوا مره اخرى ندير لكم سروال ما فيش مشكل، نعاوده لكم بحول الله. هذه البيجاما راح يكون فيها طبعا الكابيوش تاعها، راح يكون فيها ال ال القب او واش يقولوا له يعني الكابيوش، يعني الغطاء تاع البيجاما طبعا من الخلف راح يكون فيها راح تكون سامبل. انا عندي هنا 3 مترات البنات 3 متر، لكن مش يعني سروال والجهه الفوقانيه. هذه لاطاي 42 البنات ان شاء الله. اليوم لازم تكونوا معايا لاطاي 42 راح نعملوها بطريقه مبسطه جدا. هنا عندنا نبدو البنات اول حاجه نعملوها القماش مطوي على 4 طبعا. هنا جهه مسدوده من جهه مسدوده نعملو 8 سنتيمتر فتحه الرقبه، ننزلوا 3 سنتيمتر الرقبه الخلفيه هكذا. نعملوا عرض الكتفين اللي هو 21، نزيدوها 1 سنتيمتر تاع الخياطه، اذا هنا عندي 22. ننزلوا 3 سنتيمتر نقصوا ننزل من هنا طول نصف عرض الكتفين زائد 2 سنتيمتر اللي هي عرض الكتف 21 هي 23. عندنا هنا الخلف عندنا ربع دوران الصدر اللي هو 23، نزيدوها 2 سنتيمتر تاع الوسع 25 زائد 1 سنتيمتر الخياطة 26، إذا نعمل 26. هذه طاي البنات طاي 42. إذا راح نقص من هنا لأنه هذا خلف وأمام، نعملوا الخلف والأول بعد نعملوا الأمام. نعملوا هكذا تحريفة الإبط هكذا،
بعد نحو نعملو تاع الأمام. اذا كما راكم تشوفوا معايا الان ندير طول الصدر. طول الصدر عندنا 42. طول الصدر 2 هكذا 42. طول الصدر هنا يعني نعملو الخصر عندنا فيها 20 سنتيمتر، نزيدوها 2 سنتيمتر 22، 1 سنتيمتر خياطة 23. إذا نوصلوا النقطة هذه بالنقطة هذه، نقوموا القص هكذا. ثم بعد ذلك ننزلوا 20 سنتيمتر تاع الأوراق، ارتفاع الأوراق 20 سنتيمتر هكذا. نعملوا عندنا دوران الأوراق فيه 26 فيه 26 فيه 26، نزيدو 2 سنتيمتر يولوا 28، 1 سنتيمتر خياطة يولي 29 هكذا. نتمنى تكون واضحة، عفوا هكذا. ونعملو نوصلوا النقطة هذه مع النقطة هذه. حبيتي تستعملي مسطرة ما فيش مشكل، انا حبيت ان نبسط لكم الامور هكذا. ونعملو طول البيجامه اللي هي 90 سنتيمتر هكذا. 90 سنتيمتر 90 سنتيمتر كما راكي تشوفي. نعملو هنا حوالي، ما نعملوهاش عريضه بزاف، راح نعملوها حوالي 35 هكذا، ونوصلوها بخط هكذا، خط عادي هكذا. طبعا نطلعو 2 سنتيمتر تاعنا هذه دائما باش ما تجيناش مجونحه هكذا. ونكملوا نقصوا هكذا. طبعا 90 سنتيمتر طول معها حق الكفة طبعا هكذا. الان واش راح نديرو، عفوا شوفوا معايا البنات. الان واش راح نعملو، راح نحو هكذا، راح نحو هذا يعتبر الخلف، يعني مفصل على شكل خلف. راح نحو الجزء اللي تحت هذا هكذا، نخرجوه، نعاودو نثنو هذه هكذا، ونعملو فتحة الأمام. راح نعملوها بلا كاربيش البنات. عندنا فتحة حوالي 11 سنتيمتر 12 سنتيمتر 11 وي. ثم بعد ذلك نقصوا فتحة الرقبة. اتمنى تكون واضحة برك. ونعملو هنا، ندخلو هنا حوالي 2 سنتيمتر، ونعملو التحريفة تاعنا هكذا. نكونوا عملنا الامام والخلف واحد الان نكونوا كم. هنا عندنا الكم. اول حاجه نعملوا طول الكم هنا 60، ونعملوا. وهنا بالنسبه للبيجاما البنات تختلف شويه على اللباس العادي، يعني من هنا راح ننزلوا، ما ننزلوش ب 14 سنتيمتر كقاعده بالنسبه للباترون الاساسي البسيط. هنا بالنسبه للبيجاما ديما الكم ما يكونش طالع بزاف، نعملوا 11 سنتيمتر
هكذا، ونعملوا حردة الإبط اللي هي القياس هذا البنات. شوفوا معايا هكذا، يعني حوالي 25 سنتيمتر. ننزلوا من هنا 25 سنتيمتر هكذا، ونعمل غير هكذا تقويسة خفيفة فقط هكذا، وننزلوا بها هكذا البنات فقط هكذا. أتمنى تكون واضحة. وبعد نعملوا الإسوارة فيها حوالي 12 سنتيمتر. أتمنى تكون واضحة فقط هكذا. وبعد ننزلوا بخط هكذا تاع الكون هنا، تكون فيه شويه هكذا برك داخله هكا باش ما يجيش عريض بزاف. اذا نروح نقصو عفوا هكذا. هكذا دائما نعملوا إشارة عفوا تاع الوسط تاعنا هكذا. نروحوا الآن الكابيش أو اللي تجي على الرأس. الآن راح نعملوا الكابيش غطاء تاع البيجاما. عندنا الجهة هذه مغلقة البنات كما راكم تشوفوا، القماش مطوي على 2. اول حاجه نعملوها طبشور البنات. لحظه، الان اول حاجه نعملوها راح نعملو ثانيه الجهه هذه مغلقه. اذا ثانيه تاع الكابيوش راح تجي في الاتجاه هذا او الوجه اللي يعني راح يجي من هنا. اذا راح نعملو 8 سنتيمتر كما راكم تشوفوا هكا 8 سنتيمتر. اول حاجه من النقطه هذه نعملو 30 سنتيمتر. الجهه مغلقه البنات، الجهه المغلقه نعملو 30 سنتيمتر كما راك تشوفي. الجهه هذه نطلعو ب 40 سنتيمتر هكذا. هاي 40 عندنا هكذا. اذا من هذا الاتجاه راح نطلعو ب 30 سنتيمتر هكا. عندنا الاشاره تاع 30 سنتيمتر هكا. نتمنى تكون واضحه. عندنا الاشاره تاع 30 سنتيمتر. نجو من المكان هذا البنات، من النقطه هذه تاع 40 سنتيمتر وننزلوا ب 26 سنتيمتر الى غايه النقطه هذه تاع 30 سنتيمتر، يعني 26 سنتيمتر. اذا ها هي النقطه تاعنا هذه 26 سنتيمتر. اذا راح نوصلوا خط النقطه هذه لهذه نقطه 26، ومن نقطه 26 هذه ننزلوا عفوا 26 ننزلوا من هذه النقطه. اذا راك تشوفي معايا نوضح لك الصوره هكذا. عندنا النقطه هذه من دون لا ننسوا 8 سنتيمتر تاعنا هذيك. اذا عندنا الخط هذا الخط تاع 26 سنتيمتر راح نقسموها على زوج. من هنا في الوسط تاع هذا نطلعوا ب1.5 سنتيمتر، ومن النصف تاع هذا احنا نطلع هنا ننزلوا هنا نطلعوا ب1.5 سنتيمتر. اذا واش راح نعملوا؟ شوفوا طريقه القص البنات. من النقطه هذه 30
نطلو حتى نقطة 26، ومن بعد هنفوتوا على نقطة 1.5 ونمشوا هكذا، ومن بعد راح نمشوا تاع عندنا هنا تاع 8 سنتيمتر. هذه راح تجي هكذا، راح نتنوها تاع الوجه هكذا، راح نتنوها هكذا 8 سنتيمتر هكذا، والجهة هذه مغلقة. إذا هذا راح يكون لنا وجه كما راك تشوفي معايا. هذا هنا راح تلصق جهة الرقبة، المكان هذا راح يلصق جهة الرقبة. هذه جهة نخيطوها، وجهة هذه تجي فوق الراس، وهذه تجي كما الوجه. إذا راح تجينا هكذا. شوفوا البنات نخيطوا، هذه تتخيط هكذا، لاكابوش راح تجينا هكذا. ان شاء الله نروحوا الخياطه ومن بعد نشوفوها بالتفصيل. شوفوا البنات بالنسبه لاكابوش نخيطوها من هذا الاتجاه، نخيطوها على الوجه، نخيطوها مسافه حتى لهنا، نخلو حوالي 7 سنتيمتر نخلوها. وراك تشوفوني كيفاش نعمل ليها، يعني نخيط هذا على الوجه. ومعايا بسم الله. كما راكم تشوفوا معايا الان واش نعملوا، خيطناها على الوجه، نقلبوا القفا نتاعها، والمكان هذا اللي قعد هذا البنات اللي بقى نعاودوا نخيطوه بهذا الشكل هكا. هذا نعاودوا نخيطوه كما راكي تشوفي معايا. كما راكي تشوفي بعد كي نقلبوه البنات كما راكي تشوفي معايا. نكملها شويه هكا. الان شوفوا البنات معايا، شوفي من بعد ان شاء الله كي نخيطوها كي تتلصق راح يبان لنا الشكل هذا، يعني كي تتقلب تبان بهذا الشكل. يعني الجهه هذه دركا راح تلصق في الرقبه هذه هكذا. من بعد نولوا لها البنات. نروحوا الان للامام، لصقوا لكتافهم الوالا. لازم تشوفي الوجه، باسكو هذا شويه صعيب الوجه على القفا، شويه صعيب باش تفرقي بيناتهم. تحاولي هكذا تحاولي تفرقي بيناتهم هكذا. هكذا 1 سنتيمتر تاع الخياطه البنات. ندير نروح في الاتجاه هذا كما راكي تشوفي معايا. هكذا كتاف في زوج. ايضا خيطنا الكتاف، الان نخيطوا الجانبين كما راكي تشوفي معايا هكذا.
هنا البنات هذا القماش ما يتنسلش، دونك تحبي تعملي سيرجي ولا ما تعملوش كما حبيتي، يعني منظر جمالي فقط نديروا له سيرجي باش يبان كانه جاهز فقط، سينو ما يتنسلش. لذلك احنا ماشنا انتريسي باش نعملوا السيرجي. لك بالنسبه اللي تحب تكون خدمتها نقيه وتحب تكون العمل تاعها مميز ماذا بيها. حتى زيكزاك البنات ما يهمش، حتى زيكزاك تقدروا نديروا زيكزاك، المهم تكون شوفوا البنات هكا ما شاء الله خدمة تجي الله يبارك، تجي متقونة وتجي متحوفة. طبعا ننظفوها ونجو نروح نلصقوا الكمام ان شاء الله. الان راح نخيطوا الكم. هكذا نخيطوا الجهة الثانية من الكم. يعني نتحقق من القفا من الوجه من هكذا كما راكي تشوفي معايا. نتمنى تكون كلش واضح بحول الله. شفتوا بنات لاكابوش، ها هي اللي خيطناها منا، خلينا لها الكوان هذه كما راك تشوفوا خيطناها، يعني هذه خيطناها من الوجه وخيطنا هذه كان من القفال داخل، يعني هذا وجهها كما راك تشوفوا معايا. اذا هذه اللي راح تلصق في الرقبه، وهذه اللي راح تجي على دائره الوجه كما نقولوا على الوجه. هنا راح نعملوا فيها ان شاء الله الخيط هذاك صافي. دونك انا هنا عندي 4 سنتيمتر، عملت 8 سنتيمتر البنات. الربعه الاولى طبقناها والربعه الثانيه، اذا 8 سنتيمتر راح ندخلهم هكذا باش يبقى لنا 30 سنتيمتر تاعنا بالضبط، يعني هكذا. هذه 8 سنتيمتر، ها هي البنات نعاودوها، هذه 8 سنتيمتر اللي خليتها في الجزء الاول. هذه دوكا ندخلها، هذه 4 و4 8، دونك 8 معناتها نتنيها هكذا باش من بعد ان شاء الله ندخلوا فيها الكوردون هذاك الخيط اللي يجي في لاكابوش هكذا البنات كما راك تشوفوا معايا. الان هنقوموا بخياطتها هكذا كما راك تشوفي معايا كامل هكذا حتى النهايه تاعها في الجهه هذه. نروحوا نخيطوها البنات. ماذا بيكم البنات هنا تخيطوها على الحافه، يعني على الحافه بالضبط، ما تخلوش الخياطه تكون، شوفوا معايا، شوفوا على الحافه، شوفوا واش تجي هاكم تشوفوا. شوفوا البنات على الحافه، اتمنى تكون واضحه.
على الحافة بالضبط. باش من بعد الخياطة باش تكون الديفينيسيون تاعها مليحة هكذا. شوفوا معي البنات، شوفي على الحافة هكذا باش ما يكونش فرق بينها وبين ما تكون. شوفي من هنا ما كانش حتى، نتمنى تكون واضحة البنات معايا. شوفوا اذا تلاحظوا ما يكونش هناك، ما تبانش كلي راهي فيها كفة. شوفوا لاحظوا معايا، نتمنى تكون واضحة هكذا، نتمنى تكون واضحة. عندنا هذه الآلة البنات، راح نعملوا بها عندها هذا الواحد تاعها، راح نعملوا بها ثقبة اللي راح تدخل منها الخيط ان شاء الله. هذه شيتها بحوالي 60,000، يعني فيها القياسات اللي حبيتيهم كما راك تشوفي. عندها المول تاعها هذا، كاين لي مول اخرين يتباعوا هكذا يتنحوا، تلصق المول اللي اكبر. انا عندي دوك هذا، عفوا عندي هذوما لي مول صغار، راح نلصقهم، راح نوريكم الطريقه. راح ناخذوا هذا الاتجاه هذا البنات اللي حيجي فيه الخيط طبعا تاع لا كابوش كما راكم تشوفوا هنا. قبل ما نخيطوها، قبل ما نثنوا ديك 8 سنتيمتر هذيك هنا، نقيسوا القيمه اللي محتاجينها اللي هي حوالي 4 سنتيمتر، نعلموا عليها هكذا مليح. من بعد نجيبوا الآلة هذه، شوفوا معي البنات، عفوا نحطوا هكذا، نحطوا هذا وندخلوها هكذا، عفوا البنات هكذا، نحاول نقدموها، نعاودوا ندخلوا هذه هنا هكذا، وراني غير ندخل غير بالعقل باش ما تطيحليش هكذا. نحاول ندخلها غير بالعقل. نجيب النقطة هذيك اللي علمت عليها، ها هي وين البنات، ها هي النقطة، غنجيبها غير بالعقل هكذاك، نجيبها، نحاول نجيبها فوق هكذا، نحكمها مليح. نزيد نجيب الاخرى هذه ونعملها في الجهة الفوقانية هكذا، نفس الاتجاه هكذا. نرجو تكون واضحة برك البنات هكذا، ونحاول تجي سوا سوا هكا، غير ندخل بالعقل هكذا، ونحاول نعبز غير بالعقل هكذا البنات مليح سوا هكذا. كما هذا البنات القماش طري، دونك ثقبت لي بسهوله. لكن نفرضوا مثلا يكون عندك قماش جلد او قماش خشين ولا حاجه، عندنا ندخلو، نجيب قماش هكذا مثلا، القماش مثلا 2 شوفي على 2 باش يبان لنا خشين. شتي المكان هذا ندخلو هكذا ونعبزو هكذا، هي تثقب لنا القماش كما راك تشوفي الثقبه هكذا، باش من بعد كي تدخليها هنا هكذا تكون لك سهله هكذا. لكن القماش راهو طري، شوفي مام الثقبه مشات اذا كنت تلاحظي، لانه القماش خفيف بزاف. عملته بالطريقه هذه باش ما يغبنيش. شوفوا كيفاش لصقت البنات. الان راح ندخل منها ان شاء الله هكذا من هنا، وندخلوا الخيط من الاتجاه هذا ونخرجوه على الاتجاه هذا، يعني عملت الجهه هذه في الجهه هذه. نروحوا نكملوا الخياطه تاع البنات. كما تشوفي البنات خلاص هنا انا قلبناها، يعني هذا وجهها البيجامه، هذا الوجه تاعها. واش راح ندير؟ نجيبو دوك لاكابوش بنات كما راكم تشوفوا. دوك كي تجي تلصقيها تقولي لي علاش عملتيها على هذا الاتجاه هكذا. شوفوا البنات، نجي ونعملها هكذا، شوفوا شفتوا الاتجاه هذا هكذا، يعني
هذه الجهة نقية نظيفة أي الداخل، لكن هي مخيطة بالجهة نقية، يعني هذا راهو داخل القماش وهذا راهو وجه القماش. نتمنى تكون واضحة. يعني هذه الخياطة راهي لداخل القماش، وش هي باش يجينا لاكابوش تجينا نقية وتجينا نظيفة. دركا كي تلصق البنات راح لصقوها هكذا 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 كما راك تشوفي معايا. شوفوا البنات هكذا نمشوا دركا كيما راك تشوفي. تقولي لي دركا راهو هذا الجسم راهو هنا تجي الخياطه، لاكابيش راح تترد هكذا وتغطي لنا الديفو تاع الخياطه، يعني هذا هو اللي راح يبان هكذا. تشوفوا معايا البنات، تبعوني خطوه خطوه. دوك الان نكملوا. شوفوا هكذا نمشوا هكذا. نتمنى تكون واضحه خطوات كامله. نمشوا هكذا هكذا. عندنا هذا وسط الرقبة، إذا راح نحكموها هنا ونبدو نخيطوا البنات حتى ونلاقوا الجهة الأخرى. هذا راهو الوسط تاع الرقبة هكذا كما راكي تشوفي معايا. شوفي معايا دركا راح نمشوها غير بالعقل هكذا. 1 سنتيمتر تاعنا ماذا بينا البنات متخلوش بزاف الخياطة هنا. الوسع دائما نخيطوا 1 سنتيمتر تاعنا فقط بدون زيادة، غير هكذا. رتبوا معايا، رتبوا كما تشوفوا، نلاقوا نطبقوا يعني الاشياء على بعضها باش تجينا خدمه نقيه وتجينا الفينيسيون. دائما نحكي لكم على الفينيسيون البنات، دائما اؤكد ونعاود الفينيسيون هكذا. صدقوني حتى هي الحاجه تتابعي ليها لكن تجي ما شاء الله. كاين اخوات بعض اخوات يعني اللي يعني علاش نعمل هكذا، لا ما نعملهاش في 5 دقائق هكذا. نون البنات يعني اذا تلاحظوا الاوروبيين ويعني ما شاء الله عليهم يعني الحاجه يعطوها حقها، ولو سيرفيات يعطوها حقها في الخياطه في لي فينيسيون. يعني حاجه تكون ما شاء الله وتكون. الان مشينا نص الرقبه تاع الخلف البنات. هاي هكذا رانا وصلنا هكذا. نزيدوا نروحوا نمشوا الجهه الاخرى تاع الرقبه كما راك تشوفي معايا. رانا نمشوا غير خطوه خطوه معايا. شوفوا البنات هكذا. عفوا نحاولوا نضعوا هذا. شوفي الامام كما راك تشوفي هنا نحطوا هذا عند هذا باش من بعد تجينا الخدمه مستويه مليح. شوفوا البنات بالضبط راكم معايا وراكم تشوفوا ني زياده ني نقصان هكذا. هكذا نتمنى تكون مفهومه تكون واضحه هكذا البنات. يعني غير نمشي بالعقل البنات باش تشوفوني مليح وتعرفوا واش راني قاعده ندير. شوفوا البنات انا هنا وصلنا للرقبه هذه عند هذه عند لازم تكون مع بعضها بالضبط البنات. حاولوا قدر المستطاع تمسكوها باي حاجه باش ما تجيش هناك فراغ بيناتهم هكذا. حاولوا هكذا نحكمها هكذا ونمشي الخياطه تاعي نورمال هكذا ويكون عندنا. شوفوا البنات هكذا كما راك تشوفي معايا. شوفوا البنات بالنسبه للمكان هذا هي نوعيه القماش هذا نوعيه مليحه، يعني نوعيه متنسلش والنوعيه اللي طاوعك بكل طرق. انا راح نعمل عليها هكذا خياطه
هي في لاكابوش عم بالك كي تدوبليها راح تكون نقيه كيما الاتجاه هذا كيما الجهه هذه. انا في هذا هنا ما دوبلتهاش، يعني عملتها على جهه واحده، لكني هذه بركه راح نمشي بالماشينه وراح نمشيها خطوه خطوه، نبيكيها نعملها سيغ بيكور هكذا على الحافه، ماذا بيا مام الزياده هذه ما تكونش، هكذا نمشي حتى تبان الفينيسيون تاعها ما شاء الله. يلا معايا شوفوا معايا هكذا، هكذا بالعقل هكذا. كما تلاحظي معايا البنات راني غير نمشي فيها غير بالعقل بالعقل باش تكون لاحظوا معايا برك هكذا حتى نكملوها كامل. كما راكم تشوفوا البنات هكذا الفينيسيون تاعها تكون، يعني هنا تكون هكذا وهنا تكون هكذا ما شاء الله. كما راكي تشوفي تكون خدمتنا نقيه، ولو راهي على اتجاه واحد لاكابيش. ماذا بيا تكونوا خذيتوا هذه النصائح بعين الاعتبار. روحوا الان لصقوا الكم ونعاود نولي الذراعين ونعاود نكونوا خيطنا الكم من الجهه هذه. مازال هنا البنات نحن نعملوا كفه اولى ومن بعد نعملوا كفه ثانيه ونعملوا زوج خياطات بجنب بعضهم باش تبان كأنها جاهزه. يلا معي شوفوا هنا البنات دائما نخيطوا على الحافه تاع العمل كما فهمتكم، دائما على الحافه هكذا. شوفوا معايا هكذا دائما على الحافه هكذا. هكذا حتى نوصلوا هكذا البنات. كي نوصلوا هنا هكذا هزوا الدواسة نمشوا هكا حوالي بضع برك وندوروا. شوفوا والآن شوفوا البنات، الآن الخط هذا اللي هنا اللي خيطناه الأول لازم يتبع الدواسة، يعني هذا هو راح يكون الجيد تاعك، يعني راح يوجهك باش تعملي الخط الآخر باش يكون مضبوط. كما راك تشوفي معايا شوفي أنا ما نتبعش فيه الإبرة، راني نتبع فيه هذا لازم يكون مع مع الخياطة هذه. شوفي نوريكم البنات هي شوف انا نتبع في الخط هذا، يعني هذه الجهه هي اللي نشوف فيها، راني هي اللي نتبع فيها، ما نتبعش في الابره هكذا. هاني نتبع في هذا هاني معاه كامل حتى باش الخط يجي متوازي مع الخط الاخر هكا يجي مضبوط، ما تجيش فيه اعوجاج، ما يجيش هكذا. كما راكي تشوفي فيا
تشوفي فيها عفوا هكذا الخطوط متوازية. نتبعه كامل حتى وين نكمل ونعتها لكم بحول الله. شوفوا البنات، شوفوا الخطين، نتمنى راك يكون واضح، تشوفوا فيهم متوازنين مع بعضهم بالضبط. شوفي هكذا في الكم راح تبان الخياطة، راح تكون ما شاء الله. لصقوا الكم الآن البنات، الآن خيطوا الكم هكذا، نعملوه كيما مورفين، نخيطوا الكم عادي جدا كما راكم تشوفوا معايا البنات. انا ما عنديش زيادات كما راك تشوفي، ها الجهه عند الجهه هكذا بالضبط، الخط عند الخط. ها شوف، اتمنى تكون واضحه، ما عنديش فيها زيادات. هكذا اتمنى تكون واضحه برك. هكذا هكذا كما راكي تشوفي معايا مضبوطه 100%. البنات صورتها قدام، فصلتها قدامكم وخيطتها امامكم كما راكي تشوفي. كاش هناك زيادات، كاش حتى حاجه نقصوها بالمقص، يعني كيما فصلناها تتخيط. وصدقوني ما كيف الميزيغس يعني صح، ما تعملي فيها والو، يعني من الماشينه تتلبس ديريكت. هكذا نعاودوا برك الخياطه لكم هكذا، نشو ليه مرتين هكذا. اتمنى تكون واضحه، عفوا. هكذا نكونوا خيطنا، نعملوا سرجي البنات ونرجع. شوفوا البنات، هنا عندي خيط هكذا طويل تاع فيه واحد المتر هكذا وحاجه. المهم تكون الجهه هذه هي اللي تتكسل، راح نعملوا به الخيط اللي راح ندخلوه في لاكابيش. واش نديروا درك البنات؟ شوفوا هنا راح نثنوه هكذا على زوج، لكن مش راح نخلوه خيط عريض بزاف، راح نخلوه شويه يكون رقيق شويه، ما يكونش خشين. نروح نخيطو بحول الله كما راك تشوفي معايا، نخيطو ونولي لكم. وبهكذا البنات نكونوا كملنا هذا الموديل السهل الجميل، طبعا بكل خطوات تاعو. موديل سهل وخدمته سهله. نتمنى الاخوات المبتدئات اعطيتهم طبعا كما نقول حنا كيفاش يعملوها بكل طرق، يعني بكل اسهل الطرق. نتمنى تكونوا عجبكم الموديل. نعطيكم الان من الخلف كما راك تشوفوا معايا، هذا من الخلف كما راك تشوفي. هذا البنات اللي قلت لكم عليه، الخياطه اللي كنت كعمليها لداخل باش ما تبانش كما راكم تشوفوا، باش من بعد هنا تجي كلش نقي كلش نظيف كما راك تشوفي معايا. وبهكذا نكونوا الحمد لله وصلنا لنهايه هذا الفيديو. بالنسبه للجوارب البنات راح تلقوهم في رابط القناه الاخرى بحول الله، تلقوا في القناه الاخرى ان شاء الله تلقوا الرابط اسفل الفيديو. نتمنى تزوروا القناه الثانيه وتفعلوا الجرس. هي القناه مبدئيا اسمها ابداعات